هل ضيافة الضيف 3 أيام واجب أم مستحب؟ يرى بعض العلماء وجوب الضيافة 3 أيام لمن أتى ضيفا من بعيد حيث يحتاج الأمر إلى ضيافة. وقد قال فريق منهم أو استدل فريق منهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل بقوم فلم يقدموا له القيرة كان له أن يأخذ منهم أو من أموالهم بقدر قيراه، أي بقدر ضيافته. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ حبيبي حفظك الله. وإياكم. أنا أتصل لكي أقول لك أني أحبك في الله وأشهد الله أني أحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. وكنت أريد أن أسمع منك نصيحة في هذا العصر الذي نعيش فيه، في هذه الفتن. والله يا أخي نصيحتي دائما بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أنك تتفقه في دينك، تعرف ماذا يريد الله منك وماذا يريده منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ستسأل عن الكتاب والسنة، وتعمل بما فيهما قدر جهدك واستطاعتك، وتزكي نفسك. لا أعني أنك تمدح نفسك، لا تطهر نفسك من الذنوب والمعاصي بالاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وتصادق أهل الفضل وأهل الصلاح، وتعرض عن القيل والقال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى جزاكم الله عنا كل وياكم خير. بارك الله فيكم وفي صحتكم وذريتكم يا رب. وياكم. فضلا لو تكرمت لي طلب وسؤال، لو تكرمت سل الشيخ. الطلب لو تكرمت تدعي لوالدي الله يرحمهم والابني وزوجتي وأولادي وأهلي. الله يرحمهم جميعا والدينا. الله يرحمهم جميعا وأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يصلحنا وإياكم ربنا وذريتنا وذريات المسلمين والمسلمات يا رب. وابني وأولادي وزوجتي الله يصلح حالنا وحالك. الله يصلح حالهم جميعا وأحوالنا وأحوال المسلمين جميعا يا رب. يا رب جزاكم الله كل خير. السؤال فضيلة الشيخ لو تكرمت، أنا زوجتي جاية للسعودية زيارة، تمام؟ إن شاء الله. بس أنا قل إن شاء الله. أنا بإذن الله تعالى. تفضل. بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. فهي إن شاء الله هتقعد معايا قبل ما تروح تعمل عمرة وقت غير محدد، ممكن أسبوع، 10 أيام، شهر. هي طبعا جايه من مصر فرحانه ان هي ان شاء الله هتعمل عمره، هي عملت عمره قبل كده، بس هي طبعا جايه من مصر عشان فرحانه ان هي ان شاء الله هتعمل عمره. بس هتقعد معايا قبل ما نروح العمره على حسب ما تيسر ليا لظروفي وظروف شغلي ووقته وكده. فهل تيجي عادي بدون اي شيء، بدون تهليل ولا بدون احرام بدون اي شيء، وتقعد لما تيجي تروح على مكه تهل من الميقات اللي انا من البلد اللي انا منها؟ لها ذلك، لكن ثوابها يعظم إذا أهلت من الميقات. بارك الله فيكم. من ميقات مصر حضرتك بقول لها ما ذكرت، ولكن ثوابها يعظم إذا أهلت من الميقات. تقصد حضرتك بتقول ده أهلت من ميقات ميقات بلدها، لا ميقات مثلا. نعم ميقات مصر. نعم بس يمكن تقعد عندي شهر قبل ما تروح. افهم كلامي. افهم كلامي. قلت لك لها ذلك، لها أن تنزل عليك بدون إحرام من الطائرة وتجلس عندك ما شاء الله أن تجلس، ثم تهل من مكانها، لكن أو تهل من ميقاتك أنت. نعم. والأفضل لها حتى تأخذ ثوابا أعظم أن تهل من الطائرة، تأخذ ثواب العمرة كأنها ذاهبة من مصر. نعم. شكرا.
حديث رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ثابت صحيح، والزيادة هذه وما بعث الله بعده نبيا إلا وهو من ثروات قومه لا تصح الزيادة. بارك الله فيك. تقول زوجي يريد أن يطلقني على الورق فقط، ويجعل شخصا غيره يوقع على قسيمة الطلاق لأنه يريد أن يسافر لكندا، بئست كندا والزواج من كندية، هل يقع الطلاق بذلك؟ نعم يقع، لأنك وكلته أن يوقع مكانك، وبيحتاج لأن السلطات الكندية تمنع تعدد الزوجات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ؟ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال عن حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هل هو صحيح؟ صحيح نعم، لكن محمول على من جرى ذلك خيلاء. لكن لو ما فيش خيلاء عادي. يكره كراهية شديدة وهي معصية، لكن لا تصل إلى حد الكبيرة. طب هل اللحية فرض أم سنة مؤكدة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى فأراها واجبة إلا للمضطرين. تمام، شكرا يا شيخ. الله يكرمك. حكما ترفض العريس لأنه غير ملتحي، وتقدم لها الكثيرون لكن غير ملتحين، يعني تشكر جزا الله خير. تريد عريسا زوجا مقيما للكتاب والسنة يا أميرة، أنت زعلانة منها ليه يعني؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. محمد صديق أجبناك، لا داعي للسؤال مرة ثانية. تفضل. أيوة يا شيخنا. تفضل. بقول لك يا شيخنا سؤال هل الجوارب، المسح على الخفين، على الجوارب، المسح على الجوارب، هل لها صفات معينة؟ لأن تعددت أشكال وأنواع الجوارب، يعني الشرابات العادية ديت يعني المسح عليها تعتبر مسح على الجوارب عادي؟ ما في شرابات عادية الآن اللي طلع موضة، هذه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، التي هي يعني تحت الكعبين كأنها مخصوصة، لا يصلح المسح عليها. طب وإن كانت تشوف في القدم يا شيخ، لو الشراب لفوق، يعني فوق الكعبين بس، يعني القدم ظاهر، يعني تشوف في القدم. الجمهور لا يجوزون ذلك. يعني هناك صفات معينة للجوهر التي افهم بس تكون مرتاح في الفهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب لا تصح. ثانيا، لما لم تصح انقسم العلماء إلى فريقين: فريق يقول إذا لا يجوز المسح على الجورب لأن الله أمر بغسل الرجلين ولم يأتي صارف صحيح يصرف الأمر عن وجوبه. فريق آخر قال: وإن لم تصح سنقيس الجوارب على الخف، ولأن بعض الصحابة فعلوا ذلك، فإذا جئنا نقيس الجورب على الخف استلزموا أن يكون الجورب ثخينا وأن يستطاع المشي عليه، أن يكون ثخينا وأن يستطاع المشي عليه. فعلى رأي هؤلاء القائلين بجواز المسح على الجورب، وهم عدد كبير من العلماء، استلزموا أن يكون الجورب ثخينا، تخين شوية، يعني تستطيع تمشي عليه. لكن لا، الذين قالوا بعدم الاشتراط بنوا على حديث المسح على الجورب، لكن هو ضعيف. فالذين قاسوا قالوا حتى نقيس الجورب على الخف، في الجورب بعض صفات الخف من ناحية الثخانة. فهمت يا شيخ. الله يبارك فيك. عندي سؤال آخر سؤال آخر معلش. نعم. لو كانت هناك مسألة وقد أفتى فيها شيخان ثقة، فهل لي أن أخذ بأي الرأيين؟ اسأل عن الأدلة، إذا كنت محررا اسأل عن أدلة كل فريق، لأن الله قال في كتابه الكريم: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صحيح يا مولانا، بس فيه بعض الفتاوي بيقاس عليها، يعني بيجتهد فيها العلماء.
خلاص خذ الذي تطمئن إليه نفسك وتحتاط فيه لدينك. تمام يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حبك في الله يا شيخ. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عايز أسألك سؤال، هو كل الكتب اللي حضرتك كتبتها وكده هي موجودة على الموقع ولا في كتب تانية؟ لا، في كتب أخرى كثيرة الحمد لله. فإزاي أعرفها يعني ولا إزاي أوصل لها؟ أظن عبد الرحمن كتب نسبة كبيرة من المؤلفات على الصفحة، هكذا يا عبد الرحمن؟ نعم، حابب ننزلها ثانية. هينزلها لك مرة ثانية، بس تضيف الجديد أيضا إليها. إن شاء الله ننزلها على الموقع بإذن الله. شكرا يا شيخ، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. يا شيخ معلش بس عندي سؤال، يعني انا السؤال ده يعني بقالي فترة مش عارف، يعني مش لاقي ليه إجابة معينة. سأل. حضرتك يا شيخ مثلا حضرتك يا شيخ أنا بصلي إمام، بس بصلي بطريقة معينة، يعني صلاة عادية بس القراءة مختلفة ازاي؟ الناس مثلا بتقول إن في حاجة اسمها ترعيد، اللي هو الشيخ ياسر بيعمله، اللي هو بيقول لك بتحرك الفك، اللي هو مش لازم تسمي شيوخ، بس عفوا مش لازم تسمي. ايه سؤالك عن ايه بالضبط؟ يعني ممكن بس يعني اطلع لك اي حاجه وانت تقول لي هي حرام ولا عاديه. ماشي. لعل يعني اذا كنت تسال عن الترعيد، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين كده يعني. علماء القراءات يكرهون ذلك. يكرهون ذلك، بس يعني هو مش محرم. لا أستطيع أن أقول محرم، لكن هم يكرهون ذلك. ما حكم الزواج مع أخت زوجتي لأنني أحبها؟ كيف أخت زوجتك؟ لا يحل لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بين الأختين. قال تعالى في بيان المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.